السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم وصفة الكاتشب، سهلة جدا جدا وبسيطة. الكاتشب البيتي أحسن من اللي انت بتشتريه من بره، وعلى ضمانتي هتعمليه بالطريقة دي. مجرد ما اخلص الفيديو وسمعتيه حلو جدا، أراهنك ان انت هتقومي تعملي الكاتشب البيتي الحلو جدا ده، والحواوشة اللي يفتح النفس صراحة. أنا معايا ولادي بيعشقوا حاجة اسمها كاتشب، خصوصا بنتي يعني من النوعية اللي بتحب الكاتشب جدا. فقلت انا هعمل لهم شويه كاتشب بيتي كده جنب الحواوشي بتاعتنا. تعالوا بينا نخش على الفيديو ونشوف عملنا الكاتشب البيتي الجميل دوت ازاي، وتابعوا معايا لاخر الفيديو نشوف الحواوشي اتعملت ازاي. بس قبل ما نخش على الفيديو نسمي ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. انا معايا هنا نص كيلو طماطم، جبت نص كيلو طماطم غسلتها حلوه جدا. بدات ان انا انضفها، احش العنقود اللي فوق واشقها من النص كده. طبعا حطيتها في الحله اللي هسويها على النار. غطيت الطماطم بالميه، يعني غطيت الطماطم بالميه، حطيتها على النار تستوي، وهبدا هنا اعمل الحوشه معاكم. طبعا انا سبت الطماطم تستوي على النار. تشتغلي كده الحاجه جنبك، يعني تعملي كاتشب جنب ما هتعملي ايه الحاجه التانية. معايا هنا كيلو من اللحمه، طبعا كل كيس فيه نص كيلو لحمه. جبت حوالي 3 بصلات كبار. هو الكيلو اللحمه مفروض عليه يبقى كيلو من البصل. احنا عارفين الحواوشة بتحب البصل شوية، وبعدين احنا نكتر الايام دي عشان الغلا اللي احنا فيه. نخلي ولادنا ياكلوا ويشبعوا كده تمام. اه والله العظيم زي ما بقول لكم، احنا لازم نوفر الايام دي. يعني بصي تدبري وتوفري كده. جبت هنا البصل وغسلته حلو جدا ونضفته، وجبت الكبه المريضه بتاعتي ديت، وبدات ان انا اخرط البصل. اه والله كبته مريضه جدا ونوعيتها وحشه جدا جدا. انا مش عارفه والله العظيم الماركه دي، انا مش عارفه ماركه ايه اصلا. وايه اللي وقعني فيها؟ يلا هو كل شيء نصيب. ماركه وحشه جدا جدا، وال بتفرم بصعوبة، وما ما بتطلعش الحاجة ناعمة، بجد كبة وحشة جدا جدا. بس هعمل ايه؟ يلا خلاص اهي ماشية، هرميها يعني. فخلاص هي لسه جديدة هرميها. قلت لا، لما تبوظ اقوم رميها بقى. بجد والله انا عايزة ارميها في الشارع. المهم مش هضيع عليكم الفيديو بسبب الكبة دي، لان هي قرفتني بجد. المهم بضرب البصلتين او بصلة ببصلة، رغم ان الرتل بتاعها واسع، بس شفتوا ما بتطلعش البصل ناعم تمام. هبدأ هنا طبعا اعمل الدور التاني من البصل، هم 4 بصلات مش كبار قوي. فرمتهم، وبعد كده جبت الفلفل. انا معايا هنا حوالي 5 6 قرون فلفل. حابه تكتري اكتر من كده براحتك، ممكن تحط فلفل الوان، فلفل احمر، فلفل اصفر، المتوفر عندك حطيه. جبت هنا فلفل، ما كانش عندي فلفل الوان صراحه كنت مخلصاه. فجبت هنا الفلفل الاخضر بتاعي، وقرن من الشطه لو حباها سبايسي. احنا عارفين الحواوشي اصلا بتبقى من النوعيه اللي هي سبايسي، بس انا عندي ولادي ما بيحبوش الحاجه المشطشطه، بس انا بحبها صراحه، بحب الحاجه المشطشطه. فرضيت الكل، حطيت قرن شطه في قلب الفلفل مع الفلفل كده يتفرم ايه في الكبه بتاعتنا تمام. يلا يا حاجه افرموا لنا شويه الفلفل دول. شايفين؟ بقعد افتح في الغطا كل شويه وانزل عشان تنعم لي الحاجه اللي انا بفرمها تمام. جبت هنا البصل بتاعنا بعد ما فرمته، والفلفل بعد ما فرمته كده زي ما انتم شايفين. حابه تكتري فلفل عن كده براحتك، بس انا بقول ده مناسب على قد الكيلو اللحمه بتاعتنا. انا عايزه اللحمه برضو تبان، مش معنى ان احنا نوفر وندبر ونخلي العيال تاكل ان احنا نقلل مثلا كميه اللحمه ونكتر الخضار، لا برضو نعادل الحاجه. معايا هنا هرسة شطة، حطيت معلقة صغيرة من هرسة الشطة عشان برضو بتديها شطشطة كده حلوة برضو. حطيت هنا معلقة من الملح. هجيب بقى البهارات بقى احطها، معلقة فلفل، دي معالق صغيرة اللي انا هحطها دي كلها معالق صغيرة، اللي هي معلقة الشاي دي. معلقة فلفل، معلقة توم باودر، معلقة بصل باودر، معلقة جنزبيل. طبعا البهارات اللي عندك اللي انت حباها وتدي نكهة حلوة حطيها. حطيت توم باودر لان ما رضيتش احط توم فريش. حطيت معلقة بابريكا كبيرة لان دي البابريكا بتديها اللون الاحمر الجميل. حطيت معلقة بابريكا كبيرة، معلقة بهارات لحمة. وهجيب مكعب مرقه. ما تستغربوش من مكعب المرقه لان انا بحبه في الاكل كله، وانتوا عارفين وده اختياري. لو حابين ان انتوا ما تحطوش براحتكم، بس بيتست حلو جدا. انا مدمنه موضوع مرقه اللحمه دي، مدمناها في الاكل كله. سبحان الله، اللي مش حاببها ما يحطهاش تمام.
قلبت كله، البصل مع الفلفل مع البهارات ديت حلوه جدا. لما الريحه كانت طالعه خطيره، جبت هنا اللحمه. طبعا المفروض اللحمه بتاعتنا تبقى فيها حتى ربع كيلو من الدهن، بس صراحه الراجل اللي انا جبت من عنده اللحمه ما كانش عنده دهن. فجبت اللحمه، قلت مش مشكله وانا ما كانش عندي دهن في التلاجة. فخلاص يعني كل حاجه هتمشي والله. بدأت هنا ان انا اخلط اللحمه مع البصل والبهارات والفلفل. اسمخها، يعني زي ما بتقولوا بيسمغ اللحمه. سمغيها بالحاجه، يعني تفضلي تعجني فيها كده لما تحسي ان المكونات كلها ده اندمجت مع بعضها. زي ما انتم شايفين كده انا عجنتها حلو جدا. جبت هنا العيش بتاعنا، انا خليت ابني راح اشترى عيش من الفرن اللي هو بتاع الحوشه. زي ما انتم شايفين ده المحلات طبعا بتاخده وبتعمل منه الحواوشة كده زي ما انتم شايفين. ببدأ اجيب مقص او بتفتحي بايدك براحتك. المهم تفتحي العيش بتاعك كله كده، وتبدأي هنا تجيبي بقى عشان تحشي اللحمة ديت. في طبعا انا دقت الحدق بتاع اللحمة بتاعنا. طبعا انت لازم تدوقي الحدق، تشوفي الحدق بتاعها محتاج ملح تحطي، مش محتاج خلاص. ببدأ اجيب هنا كورة من اللحمة كده وابدأ افردها في الرغيف، وابدأ ابططه كده عشان اما بتبططيه بتفردي اللحمة كلها في الرغيف بتاعنا اهو. زي ما انتم شايفين كده بفرد في ايديا من جوه كده باللحمه، وبعد كده ببطط عليه من فوق كده عشان كل اللحمه تخش في الجوانب بتاع الرغيف كلها وتتفرد في الرغيف زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو. تاني بفرد اهوت بايديا من جوه، وببطط بالايد التانية زي ما انتم شايفين. طبعا هعمل الكميه كلها زي ما انتم شايفين كده لان انا جهزتها يا دوبك على الحشو اهو. طبعا دولت 25 رغيف، عملت معايا 25 رغيف. بسم الله ما شاء الله اهوت. وفايض كمان معايا لحمه، يعني هو العيش كف على كده. كان جايب لي 25 رغيف، بسم الله ما شاء الله. فاض يعمل 3 4 رغيفه كمان. تمام. هجيب هنا طبعا الصاج بتاعنا اللي هحطه في الفرن. هبدأ هنا احط شويه زيت وادهن الصاج بتاعنا حلو جدا. زودي الزيت شويه عشان خاطر العيش دوت بيتحمر كده وبيدي قرمشه كده جميله جدا. طبعا احنا بندهن الصاج بالفرشه كده بالزيت. هبدأ ابدا ارص العيش في قلب الصاج. طبعا انا فضيت شويه زيت في الطبسيه كده عشان هبدا ادهن وشه برضك بفرشه من الزيت. هتقولوا الزيت كتير، لا مش كتير، لان العيش هيحمر بالزيت ده وهيقرمش كده ويدي طعم حلو جدا للعيش بتاعنا. خلاص دهنا كده العيش كله وشه، وجبت الصاج التاني وبدأت برضك احط بقية كمية العيش. طبعا انا شغلت الفرن من فوق ومن تحت الشعلة ومن تحت، وحطيت الصاج في الرف الوسطاني. الشعلة شغالة ومن تحت شغال. هو يستوى وهيحمر من فوق ومن تحت وهيبقى زي العسل، بس على طول تشق على العيش يعني. خلاص كده سبته في الفرن، وطبعا عيني عليه. جبت هنا الطماطم بتاعتنا بعد ما استوت. الكاتشب بقى، نخش بقى على طريقة الكاتشب بتاعتنا. انا حطيت الطماطم اهوت في قلب الخلاط. هجيب الخلاط. طبعا سبت لما الطماطم استهدت شوية. وهبدأ هنا اجيب الخلاط وافرمهم في الخلاط بالمية بتاع السليق بتاعها بكله. تمام. افرمهم حلو في الخلاط كده. الطريقة دي حلوة جدا جدا للكاتشب. طريقة الكاتشب دي جربيها وان شاء الله تعجبك. هبدأ اجيب مصفى ناعمة جدا، تكون ناعمة عشان تطلع لو فيه قشر او بذر، لان ده كاتشب عايزينه ناعم جدا، ما يبقاش فيه اي نوع من البذر او القشر بتاع الطماطم زي ما انتم شايفين كده. هبدأ اجيب هنا معلقة بصل بودر، معلقة توم بودر زي ما انتم شايفين. دي معالق صغيرة برضو، معالق صغيرة كلها. وهبدأ اجيب هنا معلقة بابريكا. البابريكا دي بابريكا مدخنة، هتلاقيها عند العطار بتدي طعم حلو جدا جدا. وهحط هنا معلقتين خل زي ما انتم شايفين كده، معلقتين كبار من الخل. وهجيب هنا معلقتين سكر، ده اساسي، معلقتين سكر، معلقتين كبار من السكر، نص معلقة ملح صغيرة. وهبدأ اقلب كده. طبعا انتوا شايفين لون الطماطم، لان عايزاها تبقى حمرا وحلوة. هجيب لون لو عندك، لو متواجد، مش متواجد خلاص.
هجيب هنا لون، حطيت نقطتين بس وقلبتها حلو جدا. جبت هنا ربع كوبايه ميه وحطيت معلقه صغيره من النشا، طبعا مش هستعملها دلوقتي، انا بس بوريكم بجهز الحاجه عشان ما اروح على البوتاجاز. جبت هنا حطيت الكاتشب بتاعنا على النار كده، لما يغلي هبدأ هنا احط عليه ربع كوبايه الميه بمعلقه النشا الصغيره ديت اهوت، وهبدأ اقلب. طبعا انا حطيتها، المقطع ده التليفون فصل مني. هبدأ هنا اقلب واسيبها تغلي شويه، حوالي قيمه 3 4 دقايق. هتيجي تبص هتلاقي الخليط بتاعك تقل معاكي ولونه بقى جميل تحفه. لان ده بنت حاطه اللون ليه؟ حاطه اللون لان انت لو حطيتي النشا هتفتح معاكي لون الكاتشب بتاعك، وانا عايزه اللون يكون احمر وجميل كده. تمام. بعد ما غلى وحسيت ان هو تقل وبقى جميل كده معايا، شايفين؟ وبقى ناعم وجميل جدا، احسن من الكاتشب والله العظيم اللي بتشتريه من بره. جربوا الوصفه بتاع الكاتشب دي وهتدعوا لي بجد. هحط لكم لينك برضو، انا كنت عامله الكاتشب ده لوحده في فيديو لوحده. هحط لكم لينك في صندوق الوصف بتاع الكاتشب باذن الله، لو حابه تخش على الطريقه تتفرج عليها براحتك. تمام. طبعا انا طلعت الحواوشه بتاعتنا من الفرن، شايفين شكل العيش من تحت ومن فوق محمر ومقرمش وطعمه جميل جدا. هو طري بس مقرمش من فوق كده، بيدي طعم حلو جدا جدا. وزي ما انتوا شايفين الحواوشي بتاعتنا طلعت من الفرن، والكاتشب بتاعنا تحفة الخرافة. طبعا جنبها بقى شوية ترشي، حبة بقى خضار براحتك بقى، بس الأكلة بجد تحفة.